الموت يفجع الفنانة تيسير فهمي منذ الساعات الماضية القليلة بوفاة أعز وأغلى الناس. بكاء وانهيار الفنانة تيسير فهمي في تشييع جنازة أعز الناس ليها، وبعد توالي الصدمات بعد وفاة شقيقها ووفاة شقيقتها، تتوالى النهاردة الأحزان مرة تانية بوفاة أعز الناس ليها، وكلمات مبكية أعلنتها على صفحتها الرسمية منذ الساعات الماضية، وبكاء هستيري في تشييع الجنازة. هنتعرف النهاردة على سبب الوفاة وعن الكلمات المبكية اللي نعت بيها الفقيد النهاردة، وسقوطها أرضا أثناء تشييع الجنازة ولحظة تلقيها خبر الوفاة. كل التفاصيل هنوضحها لحضراتكم عن الجميلة الفنانة تيسير فهمي اللي اعتزلت الفن وأمتعتنا بالعديد من الأعمال اللي ما زالت حتى الآن راسخة في عقول كل محبيه. تابعونا كده نشوف التفاصيل، بس من فضلكم ادعموا الفيديو بلايك ولو اشتراك هيكون شرف لينا. الفنانة تيسير فهمي اللي آخر مسلسل ليها قبل اعتزالها الفن هو مسلسل بفعل فاعل مع كبار نجوم الفن، وحتى الآن الكل بيتذكرها بجميع أعمالها في الوسط الفني سواء كان في المسرح والدراما والسينما. تيسير فهمي للأسف كانت متصدرة محركات البحث في الفترة الماضية، وده بعد إصابتها بفيروس كورونا، ولما أعلن زوجها الدكتور أحمد أبو بكر عن دخولها المستشفى طالب الجمهور الدعاء ليها. بعدها بفترة خرجت تيسير فهمي بنفسها وطمأنت كل جمهورها إن ربنا شفاها وعافاها بعد فترة أو أزمة كانت صعبة جدا. تيسير فهمي للأسف عاشت مأساة صعبة جدا بوفاة شقيقتها، واللي ظلت في حالة من الانهيار الشديد، مش قادرة تتخيل إنها ماتت، خاصة إنها كانت بالنسبة لها الأم والأخت والصديقة على حد وصفها. الفنانة تيسير فهمي لسه ما خرجتش من وفاة شقيقتها، إلا أنها توالت مرة تانية الأحزان بوفاة شقيقها علي بعد إصابته بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات العزل. وفي اليوم اللي كان هيخرج فيه من المستشفى بعد شفائه للأسف حدث حريق وتوفى داخل المستشفى. دخلت الفنانة تيسير فهمي في حالة من الانهيار الهستيري، وظلت في حزن كبير جدا بعد وفاة شقيقها علي، وللأسف للمرة الثالثة بتتوالى الأحزان على تيسير فهمي بوفاة شقيقها محمود، واللي كتبت النهاردة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبي وحبيب عمري، أخويا وأبويا وابني. النهاردة فقدت إنسان، يعني أعز إنسان علي، أدعو له بالرحمة والمغفرة. وللأسف كان خبر الوفاة بدون أي مقدمات، سقط على الأرض في دورة المياه وتوفى، وتم نقله المستشفى، وللأسف أعلن الطبيب خبر الوفاة، وده اللي تسبب في حالة انهيار هستيري لها أثناء تشييع الجنازة.